أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من فقه الحياة. مشاهدينا الكرام، في حلقة الأسبوع الماضي تحدثنا عن فقه الأزمات وكيف قدمت الشريعة الإسلامية منهاج عمل، إذا صح التعبير أو التوصيف لهذا المصطلح، لكيفية مواجهة المسلم لما يعترضه من أزمات ومشكلات في حياته. في الحلقة السابقة تحدثنا عن الأزمات والمشكلات والكوارث، والتي ربما بل هي بالتأكيد سمة أساسية ملازمة لهذه الحياة. عرضنا لجانب من هدي القرآن الكريم في مواجهة الكثير من المحن والابتلاءات. خلصنا أيضا في هذه الحلقة إلى أن المحن البشعة التي تصيب الأمم يتخذ منها العقلاء دافعا للتصحيح، وينبغي للأمة أن تهتدي بهدي القرآن الكريم وأن تعمل بأسباب النصر التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. فالقرآن الكريم موجود، ورب القرآن سبحانه وتعالى موجود، والسنة المطهرة موجودة هي أيضا. والذي غاب عن منظومة التفوق ومنظومة التقدم وكيفية مواجهة الأزمات والمشاكل هو الإنسان القرآني، إذا صح التعبير أيضا. هذا الإنسان القرآني الذي يعمل بالقرآن ويتخلق بالقرآن ويتأدب بالقرآن ويتأسى بنبي القرآن الكريم صلى الله عليه وسلم. والتأسي هنا أكدنا عليه، أو ربما أكد عليه ضيفنا الكريم في الحلقة الماضية مرارا وتكرارا، يشمل الجانبين الروحي والعملي. في هذه الحلقة نكمل الحديث معكم في كيفية مواجهة الأزمات والابتلاءات، ويعني لعلنا اخترنا الأنبياء والرسل، وهم بلا شك هم أفضل خلق الله سبحانه وتعالى، وكيف واجهوا الأزمات والمشكلات. وهنا قد يتساءل بعضنا: أيبتلى أفضل خلق الله؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذه الحلقة، ونرحب بضيفنا الكريم فيها فضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود، أستاذ الدراسات الإسلامية واللغوية بجامعة قناة السويس. أهلا بك أستاذنا الكريم. أهلا ومرحبا. نخرج إلى فاصل قصير، بعده نبدأ الحديث مع فضيلتك إن شاء الله. إن شاء الله. أهلا بكم من جديد، وأجدد التحية لضيفي الكريم الأستاذ الدكتور محمد داود. أستاذنا الكريم، لعل من المفيد قبل أن نتحدث عن يعني الابتلاء في حياة الأنبياء وكيف واجهوا الشدائد، لأنه يعني ربما بشكل أو بآخر الوقت لم يسعفنا في نهاية الحلقة الماضية، نجمل كيفية توجيهات القرآن الكريم في مواجهة الشدائد والأزمات، وكيف دعم القرآن الكريم المسلمين بأسلحة، إذا صح التعبير أيضا، في مواجهة هذه المحن. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فيا أخي الكريم، ساداتنا الأنبياء هم خير أسوة وخير قدوة اصطفاها الله عز وجل ليكونوا هداة للناس في الطريق إلى الله. نعم. في أن يعيشوا الحياة في سبيل الله، في أن يحققوا الحياة السعيدة التي تتسم بالسكينة وتتسم بالطمأنينة وتتسم بالتعاون وتتسم بالتراحم وتتسم بهذه القيم الإيجابية. ساداتنا الأنبياء هم الأسوة وهم القدوة وهم البيان العملي التطبيقي الذي تتحقق به كل قيم الكتب السماوية التي دعت إليها من قيم الرحمة، من قيم المحبة، من قيم التعاون، من قيم الهداية إلى آخره. من بين هذه الأمور سنة الابتلاء. نعم. سنة الابتلاء كما قرر القرآن الكريم أنها سنة جارية في الأمم السابقة والأمم الحالية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. يعني سنة الابتلاء سنة جارية، سنة الاختبار، سنة كذا. والابتلاء في حد ذاته ليس هو المصيبة. الاختبار حتى نفطن الناس ونصنع الوعي عند الناس. الابتلاء في حد ذاته ليس هو المصيبة، نتيجة الابتلاء اختبار، وهذا الاختبار نتيجته إن صبر الإنسان واستجاب لهدي الله وتأسى بساداتنا الأنبياء، فنتيجته أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المفلحون. نتيجته أنه في معية الله وأنه من أهل الفلاح
وأنه من أصحاب الجزاء الأوفى، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. النتيجة: أما إن جزع الإنسان وسلك وجنح إلى غير هدي الله من الجزع أو من التصرفات التي فيها مقت وفيها اعتراض والعياذ بالله وفيها كل هذه الأمور، فعاقبته الخيبة والخسران وخيبة المسعى. نعم. فالابتلاء في حد ذاته ليس هو المصيبة، لكن نتيجة الابتلاء نعم هو الذي نحدد أن المسألة ستكون مصيبة أو غير مصيبة، والإنسان حيث يضع نفسه. السؤال الذي قدمناه في المقدمة، نعم. الأنبياء هم بلا شك أفضل خلق الله سبحانه وتعالى. نعم. قد يعني يتبادر إلى ذهن البعض هؤلاء هم أفضل خلق الله، فكيف يبتلون؟ فكيف يبتلون؟ ما من شك أن الأنبياء لأنهم أسوة ولأنهم قدوة في كل شيء، فهم قدوة في الصبر. نعم. وقدوة في التحمل. ومن هنا الابتلاء ليس بمنطق أن الذي يبتلى بمنطق العامة أنه الأكثر عصيانا والأكثر انحرافا، لا أبدا، ده منطق يكشف عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. سئل النبي عن القاعدة، عن المعيار الذي يكون عليه الابتلاء وشدة الابتلاء. نعم. أي الناس أشد بلاء؟ لعل بعض الناس يتوقع إجابة أن أشد الناس ابتلاء هم العصاة، المنافقون، الكافرون، إلى آخره. نعم. لكن هيئ نفسك إلى هذا القول الحق، إلى هذه المفاجأة. قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. المصطفون من خلق الله سبحانه وتعالى، الأنبياء هم أكثر الناس ابتلاء، ثم الأمثل فالأمثل، الأفضل فالأفضل. يعني الابتلاء يكون على مقياس الأفضلية. نعم. فيبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة، ضعف، هوان، ابتلي على قدر دينه. فما يزال البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة. نعم. والابتلاء في هذا المعنى له شقان: ابتلاء الفضلاء النبلاء الأنبياء أهل الصلاح، فهذا لرفعة الدرجات والمنازل عند الله عز وجل. والابتلاء للعصاة للمذنبين ومن نحى نحوهم، إنما لتكفير السيئات وتطهيرهم في الدنيا قبل يوم القيامة. لكن الابتلاء سنة جارية. لكن المسألة هنا دقيقة إذا قلت لي، وهي بحاجة أيضا إلى فك الاشتباك. نعم. بالنسبة حتى للناس لغير يعني البسطاء، يعني كيف يكون الابتلاء والمعاناة والألم ومواجهة كل هذه التبعات تكون سبيلا إلى الارتقاء والوصول إلى منزلة أعلى وأسمى عند الله سبحانه وتعالى؟ نعم، لأن الدنيا طبيعتها كما أراد الحكيم الخالق هي للاختبار، هي الابتلاء. أما النعيم ودار النعيم فهي في الجنة في الآخرة. نعم. فالحياة التي جئنا إليها إنما هي للاختبار. والأنبياء هم الأسوة والقدوة، فهم أسوة في الصبر على البلاء، هم أسوة في الشكر على النعم، فهم أعلى الناس نعمة وأكثر الناس ابتلاء، وهم أسوة في الالتزام بالعمل الصالح، هم الأسوة والقدوة في كل مجال. ومن هنا أرادت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يكون الأنبياء أسوة حتى في البلاء، حتى إذا ما ابتلي هذا وذاك رأى يعني سلوى في أن الأنبياء قد تم ابتلاؤهم من قبل الله عز وجل وصبروا، فيكون ذلك مدعاة إلى الصبر عند الله سبحانه وتعالى الجزاء الأوفى. هذه طبيعة الحياة، طبيعة حكمة الخالق في أن الحياة قائمة على الاختبار، ليست دارا للنعيم الدنيا ولكنها دار للاختبار. هكذا أرادت حكمة الخالق سبحانه وتعالى، ولذلك جرت سنة الابتلاء على كل نقطة إيمانية. وأدعو لك السؤال بعد إذن حضرتك، وأسأل الله أن تدخل الجنة بصبرك عليه. لا اللهم امين، اللهم امين يا رب. انا لا اريد ان اقاطعك والله، ولكن الله يبارك فيك. لو تدبرت اخي الكريم ان الابتلاء بامر الله، يعني واحد يبتلى
مثلا بمرض، بحب، ما هو جائحة بتنزل على قلبه ملوش، يعني ما تقدرش تقول له ما تحبش، هو مش بإيده. نعم. ابتلاء بأمر الله، ورفع الابتلاء إنما بأمر الله، والصبر على البلاء، واصبر وما صبرك إلا بالله، بتوفيق الله. ما الذي يبقى للعبد؟ مرة ثانية، الابتلاء حكم من الله، نعم. سنة من الله يجري على الجميع، لكن كل واحد يختبره الله حيث يشاء. واحد يختبره في المال، واحد يختبره بالمرض، واحد يختبره بالصحة، واحد يختبره إلى كذا. طيب، الابتلاء بأمر الله، والصبر على الابتلاء وهو أيضا بتوفيق الله. واصبر وما صبرك إلا بالله. والله لو ما أعان الله عبده ما صبر. نعم. وكان منه الجزع. والفرج والبشارة من الله سبحانه من الله سبحانه وتعالى. إذن ما الذي يبقى للعبد؟ هو التسليم، هو الرضا. ولذلك يا أهل البلاء، لا يرفع البلاء عن أحد قضت حكمة الباري إلا أن يستسلم ويرضى بقدر الله سبحانه وتعالى فيرفع البلاء. نعم. يعني لما